بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله صارت دولة معروفة، دولة الأول أبو بكر، الثاني عمر، الثالث عثمان. يابا انطونا أول سيرة شارها أبو بكر بالدولة هاي. قالوا أول سيرة كانت عنده 500 حديث حرقها أمام الناس. شنو هاي؟ ايش تسوي؟ قال اسمعوا، احنا عندنا كتاب الله، هاي الأحاديث هاي بالكم حرقها. هذا تصرف من عنده وحده؟ لا، ويا عمر وراها عمر أيضا سوى هالشيء. النوب عمر قال منو عنده كتب كاتبها كان يكتب مذكرات عن النبي، جيبوها اجمعوها. خطية هذول الناس عبالهم راح يجمعها ويوحدها ويسويها نسخة يعكسها على الناس. فجاوا كل واحد جاب له اجتمعت، قال لهم شو تشوفون، ايش راح اسوي بيها؟ قال راح تجمعها هاي احاديث النبي. قال لا والله لا شيء مع كتاب الله، ولزمها وحطها بطشت مال مي وذوبها لانه الجلد حتى يستفاد منه. هاي حقيقة مرة في زمن الأول، في زمن الثاني. والله لا نعتمد في هذا البيان على كتب الشيعة أبدا، هاي كتب السنة. اسألوهم لماذا أحرقوها، اسألوهم. هذا الدين، هذا حديث النبي لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول اليوم هاي واحدة من الروايات في زمن عثمان، جيء لابن مسعود، كان ابن مسعود رأيه مثل هذا الرأي يحرق. يقول جيء لعبد الله بن مسعود، طبعا في الكوفة كان، بصحيفة فيها حديث النبي في أهل بيته، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيته. وهذا متواتر يعني، مو أنه في الحديث. يقول فأمر بطشت فوضع فيه ماء، ووضعت هذه الصحيفة في الماء وميثت يعني ذوبت. قالوا له فيها حديث النبي في أهل بيته، قال وين ما لنا شغل. فهذا منهج مو فقط عند واحد، عند اثنين، عند ثلاثة، عند أربعة، لا، منهج الدولة التي خلفت رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفت الثاني، يعني خلفت الأول دولة أبي بكر وعمر وعثمان. هاي منهجهم حتى نشأ. طبعا الجهاد ما عطله، قالوا لا الجهاد ما يصير نعطله، حلت البركة. هذا أبو بكر قال احنا يعني بدأ تلاحظون ما نلعن، ولكن شو نسوي؟ نصف الواقع والتاريخ. عمر قال له هذا أسامة أخره، يعني ماكو داعي تبعثه إلى الشام. قال له تريد أعطل أمر لرسول الله؟ شلون هاي؟ تتفهموني شلون هاي تجمع هاي ويا هاي؟ شلون يعني ما يعطل أمر رسول الله باعتباره هو نصب أسامة على مجموعة من المهاجرين أن يروحون يغزون أهل الشام؟ قلنا ما يصير، رسول الله أمر وتريدني أعجله؟ زين وأحاديث رسول الله زين، شنو النتيجة من وراء ذلك؟ جهاد أكو، سرايا وبعوث تحركت، صارت فتوح، صار مجتمع الفتوح. يعني هاي الطبقة الثانية من المسلمين، الطبقة الأولى صحابة، الطبقة الثانية من المسلمين فتوح، عراقيين، إيرانيين، شاميين، مصريين، فتوح. خصوصية مسلمة الفتوح، ما هي خصوصيته؟ يمر علي من يمهم أحد يعرفه، تصورون هيك ما حد يعرفه. بينما بزمن النبي صلى الله عليه وآله الصحابي يشيل ابنه على رقبته ويقول له هذا علي، من يمر بالسكة، من يمر بالزقاق بالشارع، يا ابني هذا علي، حبه إيمان وبغضه نفاق، دير بالك ابني لا تنافق، هذا علي أعرفه. فإذا منع أحاديث النبي، إحراق أحاديث النبي والمنع من نشرها، المقصود بتغييب أحاديث النبي في أهل بيته في مجتمع الفتوح. انتبهتوا عليها؟ أكو فد حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أكد هذا المعنى؟ اي نعم،
فاليوم سألوا أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته، سألوه قال له لو كان النبي عنده ولد كانت قريش تتعامل ويا الولد مثل ما تعاملت وياك، وخروك على صفحة؟ قال طبعا يوخروا على صفحة، وإذا ما يسوي اللي سويته يقتلوه. يعني هو شنو سوى؟ بايعهم وتشفى الشر. هو يقول وكمل وراه يكمل، هاي ينقلها الكلمة ابن أبي الحديد في كتابه، يقول فنشأ جيل لا يعرف ومات جيل يعرف، وكنا ممن خمل ذكره وانقطع صيته. علي بأيام النبي إذا يسولفون شوية عن بدر، علي صوته ورسمه واسمه لأنه بطل بدر. إذا ذكروا أحد، علي بطل أحد. إذا ذكروا الأحزاب، علي بطل الأحزاب. يقول فكنا ممن خمل ذكره وانقطع صيته وأكل الدهر علينا وشرب. تخيل هذا، يمنون علينا أن أكو فتوحات. يا هاي الفتوحات ليش غيبتوا ذكر أهل البيت، ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الفتوحات ولا يعرفون؟ هاي سنة 27 26 هجرية، هاي الكلمة اللي قالها أمير المؤمنين عليه السلام، فأكل الدهر علينا وشرب. ما يعرفنا أحد، ما يعرفنا أحد تماما. شلون صار من جديد علي بن أبي طالب يعرف، وأخبار بدر وأخبار أحد والخندق، هذا الآن اللي دا نشوفها كتب الحديث والسيرة ونلقطها كتب السنة فضلا عن الشيعة. هذا شغل علي بن أبي طالب عليه السلام، شغل الزهراء وعلي والحسن والحسين.